فك الاسبراتير. انا اللص صامبو. انا الاستبدير، ادم ميكانيكي في المنطقه. اقول ايه تاني؟ بس يا جمعه، يا جمعه جاي النهارده اديكم شويه نصايح على العربيات المستعمله. لو حضرتك حابب تشتري عربيه مستعمله يبقى هتخش على موقع توبيزل.com. توبيزل.com. هتخش على الموقع دوبلير.com. توبيزل.com. اسمه ايه؟ دوبيزل. لو عايز تشتري عربيه مستعمله خش على موقع دوبيزل.com اللي عندهم اكتر من 350,000 عربيه مستعمله. كل بيانات العربيه مكتوبه عندك في الاعلان، نوعها ايه، موديلها ايه، ماشيه قد ايه، اوتوماتيك ولا عاده، ثمنها كام. كل البيانات دي تعرفها قبل ما تشتري العربيه. اتاكد ان ورق العربيه سليم، شهاده بيانات، شهاده مخالفات. ولو العربيه موديل جديد هتاخد رقم الشاسيه وهتجيب منه كل البيانات عن العربيه من التوكيل. طبعا لما اجي اكشف على العربيه بفتح كبوت العربيه، لو لقيت الموتور غرقان زيت يبقى في مشكله في طقم الجان بتاع الموتور. ببص على حاله العربيه من جوه، لو لقيته سيء طبعا ما بكملش، لقيته عادي حلو مقبول معايا الصالون بفتح كونتاك وادور وادوس بنزين، بسمع صوت الموتور وانا جوه العربيه. لو في اي حاجه في الموتور، في اي ذبذبه، صباح هتشوف لي عدو ينزل يا حاج. ببص على عداداتها كلها شغاله ولا لا، بشوف التكييف بيسقع معايا تمام ولا لا، ببص على البدلات لو متاكله، السقف لو مبري، وتتاكد ان الكوريك موجود والاستبن والصليبه بتاعته. لو الحاجات دي كلها جيده معايا وما فيهاش اي مشكله يبقى كده العربيه دي كويسه. بطلع اجربها بعد كده. يا عم تصبر خلينا نخلص يا عم. لو خدتها لفه وسمعت صوت وانا باخد ملفات شمال او يمين يبقى فيها مشكله في الكبالم. لو سمعت صوت صفاره يبقى السيور. كل ده بيحدد لي سعر العربيه اللي انا بشتريها. يعني لو سعرها قد كده بضطر انزل منها سنه، لان الحاجات دي انا اصرف عليها فلوس. كده انا قلت لك كل المعلومات اللي انت محتاجها. دلوقتي تقدر تخش على موقع دوبيزل.com. انا قلت لك مرتين عشان بعد كده انت تقطعها في الكاميرا بتاعتك تظبطها وتختار العربيه اللي تعجبك، وممكن تستفاد من النصايح بتاعتي من خلال الموقع بتاعنا. كسر يا جمعه.